أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله. اعتدنا عندما نتحدث عن المقابر يكون ذلك إما من أجل العظة والاعتبار، وإما يتم تناولها بشكل من الإثارة، فيتم الحديث عن قصص وحكايات العفاريت والأشباح اللي سمعنا عنها اللي بتظهر في المقابر. ولكن صادف وحصلت مواقف طريفة أثارت فينا الضحك غصب عنا رغم رهبة المكان. ده القصة اللي بعد كده اخترت لها عنوان العفاريت حاولوا يخطفوه. في يوم كنت في العمل مع زميلي طه، ودخل علينا علي زميلنا الثالث في المكتب بشنبه الكثيف وطوله الفارع وجسمه الضخم ومشيته اللي زي مشية أولاد البلد الواثقين في نفسهم. فقد كان هو فعلا من أبناء البلد الشعبيين، وكان يبدو عليه الإعياء. فسألته مالك؟ قال لي أبدا، بس ما نمتش كويس. رد زميلنا طه وقال له ليه، في حاجة؟ قال له أبدا، امبارح التلفزيون عرض فيلم رعب شدني، قعدت اتفرج عليه، ولما خلص الفيلم ببص في الساعة لقيتها 3 الفجر. لكن قصته مرعبة تشيب. بيحكي عن عفاريت بتطلع في المدافن تشد الناس وتخطفهم وتدخل بيهم المقابر. فقال له طه أظن بقيت بتتفرج وانت مرعوب. فضحك وخبط على قلبه وقال بثقة لا، محسوبكم قلبه جامد قوي زي الحديد، ما يخافش ولا يهتز من الحاجات دي. المهم عدى كام يوم وفوجئنا الصبح بورقة معلقة بلوحة الإعلانات بإن والد زميلنا طه توفى، وأخرجت الشركة أتوبيس لنقل العاملين للعزاء وحضور الدفن في العمود. وأثناء اتخاذ مراسم الدفن فوجئت بعلي يصرخ في فزع شديد ويقول الحقوني الحقوني، ويتشعبط في رقبتي. انتبه الناس الموجودين في دهشة، وتوقفت مراسم الدفن، والكل ينظر تجاه مصدر الصوت جاي منين. فتبين ان علي داس فجأة على الجزء المعدني لفأس صغير يستخدمه الترابية، فراحت يد الفأس الخشبية خبطت رجل علي، فاعتقد ان عفريت في تربة من التراب الموجودة مد ايده عشان يخطفه مثلما حدث في الفيلم. طبعا محدش فاهم الموضوع ده غيري وغير طه. انا عاوز اضحك ومش قادر امسك نفسي، فحضنته وتظاهرت بانني اهديه. اما علي فكان محرج جدا وفي نص هدومه، واما طه فقد اخرج منجيله وفرده وحطه على وشه وتظاهر بانه يجهش في البكاء. القصة التانية اخترت لها عنوان المرحومة طلعت راجل مش ست. في يوم كنت أحضر جنازة سيدة من معارفنا، وبعد أن تم الانتهاء من دفنها وقف أحد الشيوخ اللي بيبقوا موجودين في مقابر العمود عشان يلقنوا ويدعوا للمتوفين، يعني اللي هم واقفين يسترزقوا. وإذا بالشيخ يدعو بصيغة المذكر، يعني اللهم ارحمه بدل من اللهم ارحمها. فمال عليه شقيق المتوفية وقال له بصوت منخفض امرأة. لكن الشيخ استمر في دعائه كما هو، اللهم اغفر له. فمال شقيقها عليه مرة أخرى وقرب من ودانه أكتر وقال له بصوت أعلى قليلا المتوفية امرأة. لكن الشيخ مصر، فاقترب شقيقها ووضع فمه في ودنه وقال له بصوت أعلى به شيء من الحدة، يا عم الميتة ست. وهنا بدأ بعض المشيعين يحاولوا أن يخفوا ابتسامتهم. المهم مفيش فايدة، الشيخ فضل يدعو لرجل يبدو أن الشيخ كان سمعه ضعيف،
بمجرد أن انتهى من أدعيته انفجر فيه شقيق المتوفية بغضب، وقال له: عمال أقول لك المتوفية امرأة، المتوفية ست، وانت مفيش فايدة، عمال تدعي الراجل. وإذا بالموقف يتحول لكوميديا وضحك من بعض المشيعين اللي ما بيقدروش يمسكوا نفسهم. الحكاية اللي بعد كده اخترت لها عنوان حكاية الدبليو سي. ذات مرة كنت أنا وأخي بنزور العمود، وطبعا الواحد بيخرج حزين ومتأزم لأننا بنفتكر الأهل والأحباب ورهبة المكان نفسه، وبنفضل على كده لفترة. وبمجرد ما زرنا وخرجنا قلت لأخويا: بقول لك إيه، عاوز أدخل الدبليو سي ضروري. والدبليو سي زي ما انتم عارفين دورة المياه. فقال لي: وهنلاقي فين دبليو سي هنا؟ وبص هنا وهناك، فقال لي: اسأل كده في القهوة دي، أكيد فيها دبليو سي. فأشرت للقهوجي وقلت له: من فضلك في دبليو سي؟ فقال بتلقائية وعفوية: لا والله، في كوكاكولا وسيفن وسبرايت وميريندا. طبعا وقعت أنا وأخويا من الضحك، فقد اعتقد القهوجي إن الدبليو سي نوع من أنواع المياه الغازية. القهوجي قعد يبص لنا واحنا عمالين نضحك، وقعد يبص لنا باندهاش، وايه اللي بيضحكنا؟ طبعا الغلطه كانت غلطتي، لاني بتكلم مع راجل شعبي، فكان لازم اساله بكلمه يفهمها، فمش كل واحد يعرف الكلمه الاجنبيه. فقد اعتقد ان الدبليو سي نوع من انواع المياه الغازيه.